اقسم بالله برغيف العيش ده اول مره يظبط معايا وصفه اللانشون بالطريقه دي. لانشون من غير بيض، من غير جبنه مثلثات، من غير نشا، ومن غير جيلاتين. بصوا التماسك، بصوا وانا بقطعه، وكل ده بيور فراخ طبيعيه من غير مواد حافظه، من غير جيلاتين، من غير اي حاجه من الافتكاسات اللي طالعه اليومين دول. اعملوها وانتوا عارفين المصداقيه اللي بينا وهتدعوا لي. وصفه من الاخر بجد والله العظيم، احلى وصفه لانشون عملتها حتى الان، في منتهى الجمال، بشهاده ولادي وشهاده الجميع. وانتوا عارفين ام عمار لما بتقول كده بيبقى تمام، ولما بجرب حاجه بتطلع مش حلوه بقول لكم. بصوا المنظر تحفه. طبعا لو كنت حطيت عليها لون كانت هتبقى اللون بتاع اللانشون اللي بره الاحمر، بس ده كده بالفراخ وطعمه والله ولادي قالوا لي احلى من اللي بره كمان. يلا بينا على الوصفه اوام. اول حاجه هجيب نص كوبايه ميه ساقعه، هنزل عليها بفلفل اسود، وهنزل ببابريكا مدخنه، ضروري مدخنه عشان هي اللي بتدي الطعم الحلو، وتوم باودر وبصل باودر وبهارات فراخ. وده باودر الديمي جلاس اللي احنا بنبقى نعمله على اللحمه البارده. لو مش عايزه تحطيه خلاص هو غمق لوني، لو انت عايزه تسيبيه فاتح بس بيديني طعم حلو قوي. ونص معلقه بيكنج باودر صغيره. قلبت كل الكلام الجميل ده مع بعضه، وهنزل بقى برغيف عيش بلدي كده، هقطعه قطع صغيره كأنك بتعملي فته كده، وقلبيه بقى في السائل ده. انا نسيت احط بودر فراخ، مرقه فراخ حطيتها. عايزه تستغني عنها مفيش مشكله، عايزه تحطي مكعبات تدوبيها في الميه الاول وبعدين تضيفيها عادي خالص، كل ده هيتضرب اصلا وهيندمج مع بعضه براحتك. ممكن تستغني عنها بدل الديمي جلاس، بس الديمي جلاس بيديها طعم جميل جدا والله يا جماعه. هسيبها بقى تركن على جنب كده 10 دقايق ولا ربع ساعه لما احضر بقى الفراخ بتاعتي. ده نص كيلو صدور فراخ. خلاص اعملوها بالصدور يا جماعه مش بالوراك، الصدور بيبقى فيها تماسك اكتر. خلاص هبتدي اقطعها بقى كده قطع صغيره مش كبيره قوي، علشان خاطر هعملها في الكبه بتاعتي. على فكره سهله جدا تعملها في الخلاط الوصفه دي، عشان فيها ميه يعني مش هتضطري ان انت تعملي في الكبه. هاخد العيش اللي انا بوشته في الميه في الكبه او في الخلاط وعليه كام قطعه تلج. ليه بقى؟ وهضربه كويس جدا. ليه بقى؟ علشان التلج ده ما بيخليش الفراخ بتاعتي تسخن خالص، بيحافظ على سقعيتها وبيديها درجه نعومه حلوه، وده كويس جدا للمصنعات. نزلت بشويه ملح في الاخر خالص، ما رضيتش انزل بيهم في الاول، ونزلت بالفراخ بتاعتي وهضرب بقى ضرب كويس جدا، عايزاه ينعم كويس جدا. لما عملنا المصنعات قبل كده النقانق والحاجات دي كنا برضو عملنا فيها تلج. هنزل بقى بربع كوبايه زيت يكون ريحته حلوه عشان يساعد لي على النعوميه، وعلشان ما تلزقش معايا قوي، ولما تتقطع تبقى يعني كل واحده بوحدتها كده، ما تبقاش ملزقه في بعض. اضربي بقى ونعمي كويس جدا. انا كنت المفروض اضرب اكتر من كده كمان، بس انا اكتفيت بالضرب ده عشان قلت يبقى فيها حتت فراخ كده الولاد ياكلوها. بس انت عايزه تنعميها قوي وتديكي القوام بتاع بره، اضربي كويس جدا. جبت الكيس الحراري ده صحي اللي بيتباع في السوبر ماركت، والمفروض يدهن زيت الاول وبعدين تنزلي عليه بخليط الفراخ، بس انا نسيت ادهنه زيت وبعدين هرجع ادهنه تاني. خلاص وهبتدي اروله بقى كده. وصفة سهلة وجميلة. عيش، رغيف عيش يا جماعة، بيكتر الكمية، وده محسن خبز طبيعي بيحسن لنا من وظائف اللانشون، وبيعوض لنا الجيلاتين، بيعوض لنا النشا، بيعوض البيض، الجبنة النستون، كل ده. خلاص وهبتدي بقى ارول بقى كويس جدا كده، هربطها من الجنبين، وهلفها بقى بورق فويل كويس جدا عشان انا مش عايزه الميه توصل لها. على فكره كنت ممكن اعملها 2 رول رفيعين وصغيرين، لكن انا عملت رول عريض كده واحد وخلاص، عشان ما كترش الدنيا وازحم المواضيع. النص كيلو فراخ ده عمل لي حوالي كيلو الا ربع لانشون يا جماعه، والله بجد فعلا فعلا وصفه روعه. جبت صينيه حطيت فيها ميه بتغلي، ونزلت بشويه كربوناتو عشان خاطر ما تسودش معايا، ونزلت كده بمصفى عشان هسويها على البخار. ما تحطيهاش في الميه عشان ما تبقاش طريه معاكي. على البخار يا جماعه ساعه كامله، هتقلبيها كل ربع ساعه على كل جنب شويه. خلاص وغطي عليها وعلى نار هاديه كده عشان تستوي معاكي كويس وما تبقاش طريه معاكي. بعد ما عدى الساعه انا قفلت النار وفضلت مغطيه عليها، خدت البخار برضو. بقول لك تبقي تقلبيها كده، يعني كل ربع ساعه تيجي تقلبيها بقماشه كده او بجلافز وتبقى معاكي زي الفل. هسيبها على رخامه المطبخ ساعتين، وبعدين ادخلها التلاجة ليله كامله. اوعي تقطعيها قبل ليله كامله، تعاملي معاها معامله اللحمه البارده. تاني يوم اهو يا جماعه بطلعها بقى من الفويل، وطلعتها من الورق من الكيس الحراري. خلاص وهبتدي اقطعها. طبعا هنقطع الحته الاولانيه دي
هي جت كبيره شويه بس مش مهم. طبعا السكاكين عندي معنداني، لو كانت السكاكين حاميه كانت نزلت ارفع من كده. بس بصوا تحفه ومتماسكه، والاهم طعمها وشكلها. والله العظيم تستحق التجربه، وامشوا على الخطوات بالظبط هتطلع معاكم نتيجه مبهره. بالظبط يا جماعه، طعم وقوام اللانشون احلى من اي افتكاسه. في ناس عملوا لك صدور الفراخ لحمه بارده وقال لك زي اللانشون، وفي ناس عملوا لك التربيانكو وقطعوه قطع وقال لك احلى من اللانشون. لا، ده اقرب طعم للانشون يا جماعه. رغيف العيش ممكن تستبدليه بنص كوبايه نشا، بس انا شايفه، انا كنت عملت ام نشا قبل كده، شايفه ان رغيف العيش اطعم بالرده اللي فيه، زودت لي الكميه، وبالمحسنات الخبز اللي فيه ظبطت لي قوام اللانشون. بصوا وانا بقطعه اظن مفيش احسن من كده، وهنجربه مع بعض على النار. قبل كده لانشون الجيلاتين اللي عملناه لما جربناه على النار مع البيض ساح مننا وفك. بصي بقى الجمال، اعملي شوفي الكميه دي كلها من نص صدور فراخ يا جماعه. والله الطبق ده اتملى، ولو عندك سكينه حاميه احلى من سكينتي كمان هيطلع معاكي اكتر واكتر. حاجه بجد تحفه. جبت بقى الطاسه بتاعتي ونزلت بمعلقه سمنه حلوه، هعمله زي البسطرمه بالظبط. بصوا ده وانا بحطه على رغيف عيش لبناني كده، او عيش شامي زي ما بنقول عندنا في مصر هنا. بصوا تحفه. هبتدي بقى السمنه بتاعتي ساحت، هنزل بقى بقطع اللانشون. شوفي بقى انا بختبر لك اهو، لا اتحولت معاكي لفروله ولا لحمه مفرومه ولا اي حاجه، اتحمرت معايا ونزلت عليها بالبيض، واحلى لانشون على بيض تاكليه. عايزه تعملي لحمه بنفس الطريقه بلحمه مفرومه فراخ بالظبط، والميه الساقعه والتلج، لان الفراخ لما بتسخن يا جماعه في الفود بروسيسور او في الكبه ما بتديش نتائج احسن حاجه. فعشان كده لما عملنا النقانق من كام سنه على اليوتيوب برضو كنا حطينا تلج فيها برضو. تلج لو انت خايفه على شفشق الخلاط كسريه شويه يبقى جرش كده واستخدميه. بصي بقى وهو في اللقمه لا مفرول ولا حاجه، القطعه بقطعتها، حاجه تحفه. اكتبوا لي بقى كومنت زي حلو زي قلبكم كده، ايه رايكم في الوصفه دي، واعملوها، ومستنيه تطبيقاتكم وشير علشان الناس تستفاد بيها. واترككم في رعايه الله واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اغلى واحب اخوات ليا.